ازيكم عاملين ايه؟ انا نرمين محي الدين وهقعد معاكم النهارده قعده جديده في برنامجكم قعده صحاب. عايزه اقول لكم ان التضحيات لازم يكون ليها اخر. ما ينفعش نضحي بكل حاجه عشان خاطر حد ونرجع نقول ان الحد ده ما قدرش تضحياتنا عشانه، لان بكل بساطه هنفضل نتنازل نتنازل نتنازل، واللي قدامنا من كتر ما احنا بنتنازل علشانه ومن كتر ما احنا بنعمل الحاجة ومش مستنيين مقابل، حتى مش مستنيين منه تقدير، اللي قدامنا بياخدها على ان هي حق مكتسب. فبالتالي بعد شوية بيكون واجب عليكي او واجب عليك ان انت تكمل في طريق التضحيات وفي طريق التنازلات. فهتلاقي نفسك ما بتعملش حاجة غير ان انت بتضحي وبتضحي وبتضحي وبتتنازل ومكمل، وانت فرضت على نفسك ده من الاول. انت اللي ابتديت تمشي في طريق التضحيات لحد ما هيتقلك في الاخر محدش طلب منك تضحي. يعني قدامنا امثله كتير قوي اللي ضحت في اول جوازها او قبل جوازها بشبكه علشان تبقى مع الولد او الراجل اللي هي اختارته، اللي ضحى بعيله علشان يبقى مع البنت اللي هي اختارتها، اللي ضحت باهلها علشان تبقى مع الراجل اللي هي اختارته. لكن للأسف الشديد سبحان مقلب القلوب، إن بعد ما السنين بتمر ممكن بسهولة وببساطة شديدة جدا الطرف التاني، أبسط سيناريو إن الطرف التاني يلاقي حد جديد قلبه يتحرك له، ففجأة تكتشف إن التضحيات والتنازلات اللي أنت عملتها راحت في الهوا. ده أبسط سيناريو ممكن نقوله وممكن نتوقعه من الطرف التاني، لأن القلوب مش بإيدينا وسبحان مقلب القلوب. ده أبسط سيناريو ممكن نقابله. ده غير طبعا إن طول السنين الطرف اللي انت ضحيت علشانه غالبا طبعا إلا من رحم ربي بيشوف المضحي أو اللي نازل إن هو يعني قاعد مش رايح في حتة، هو ده مكانك، انت عملت في الاكستريم علشان خاطري، علشان تبقى موجود معايا، فانا هعمل فيك كل حاجة ممكن تتعمل وانا عارف انك في الاخر موجود مش رايح في حتة، انت موجود وباقي. ما انت عملت الاعلى من كده، انت عملت الاكستريم، وصلت للميدل، وصلت لاقصى حاجة ممكن تعملها، فانت قاعد انت موجود. فغصب عننا اما بنتنازل بنوصل اللي قدامنا مسج ان احنا، مش عايزة اقولها زي ما اهالينا كانوا بيصوروها لنا، بس للأسف الناس بتاعت زمان اهالينا ليهم كلام ما ينفعش نقول عليه غلط. كان دايما اهالينا لما حد فينا او يعني جيلنا يكون بيضحي زيادة عن اللزوم، الاب والام يقولوا له انت بترخص نفسك، البنت لازم تغلي نفسها، وكل ما تكوني غالية ويدفع فيكي فلوس، مش شرط بقى فلوس، هي الفلوس كانت تقدير او كناية عن الدفع، فكل ما يدفع فيكي سواء بقى مشاعر سواء فلوس سواء معنويات، كل ما الإنسان بذل جهد أكبر علشان ياخد الحاجة أو يكتسب أو يفوز بالحاجة اللي قدامه، كل ما طرقه وكل ما هو بيحافظ عليها وبيحس بقيمتها أكتر. زي بالظبط لما تكون رايح تشتري اكسسوار، هتروح تشتري اكسسوار مهما غلي
فهو في الاخر اكسسوار. ممكن تقعد شوية علشان تحوش تمنه، بس في الاخر انت ممكن تقعد شهرين 3 تحوش تمنه وهتروح تشتري، هتلبسه وتفرح بيه شوية، بس بعد شوية هتلاقي نفسك خلاص انا لبسته اتبسطت بيه تمام. لو حصل له حاجة اتقطع ضاع حد خده منك ايا كان بقى اللي حصل له، مش هتزعل، ما انت فرحت بيه خلاص. لكن لما تروح تشتري حاجة زي الذهب او حاجة زي الالماس مثلا، فانت بتبقى دافع فيها مبلغ وقدره، مبلغ كبير، مبلغ مثلا تحويشة عمر، شهور من الشغل والتعب، فبتلبسها في مناسبات محددة، تروح تحطها في علبتها، تحط العلبة جوه الدرج أو جوه الدولاب، تحافظ عليها وتقفل الدولاب بالمفتاح، وممكن لو حاجة أغلى شوية زي الألماس تحطها في الدولاب، تحطها في خزنة جوه الدولاب، تقفل الخزنة وتقفل الدولاب بالمفتاح. ولو ألماس غالي شوية في ناس بتروح تاخد لها خزنة مخصوص جوه بنك، علشان هي حاجة غالية قوي. احنا كده البني ادمين كده بنعامل الحاجة اللي قدامنا على قد ما دفعنا فيه، سواء بقى الدفع ده مادي او معنوي. فدايما نعزز نفسنا. انا ما بقولش ان احنا نعمل نفسنا حاجة ما حصلتش، بس اولا واخيرا احنا ربنا عززنا، سواء بقى ستات او رجاله، عززنا كبني ادمين كبشر. وكمان اكتر عزز الستات، ربنا قال ان احنا كستات قوارير. قوارير دي اللي هي عارفين الازاز، انبوبة الاختبار بتاعت المعمل، هو ده سمك ازاز القارورة، اللي هي لو خبطتها كده هتتكسر. هو ده سمك ازاز القارورة، اللي هو تقريبا كده بيبقى ممكن يكون ارق من ازاز اللمبة، اللي هي حرفيا لو اتخبطت كده هتتكسر. فربنا سمانا قوارير، قال عننا ان احنا قوارير. يعني مطلوب من سيادتك كراجل انك تتعامل معانا كده، ومطلوب من سيادتك كواحدة ست او كبنت انك تعززي نفسك وتسيبي باباكي واهلك يعززوكي. هو لما باباكي واهلك يطلبوا من الراجل اللي جاي يتقدم لك قايمة وشبكة ومهر والذي منه الحاجات دي، واللي احنا ساعات بيتقال ان احنا كأهالي مفتريين وبنحمل للعريس ما لا يطيق. لا، هو الأب بيبقى عايز يطمن ان الراجل دافع زي ما بنقول كده دم قلبه علشان يفوز بيكي، مش علشان هو بيعزفه ولا علشان هو عايز يدفعه. الحاجات دي في الاخر ما هي هتبقى في بيته. هو بيبقى بيعمل كده علشان يتأكد ان هو عايزك، علشان يبقى متأكد ان هو هيحطك في عينيه، مستعد يدفع فيكي كل ما يملك ماديا ومعنويا، مستعد يضحي بآخر نفس فيه وفي حياته علشان يحافظ عليكي. احنا كده، احنا كبني ادمين كده لازم نكون مستعدين ان احنا نحافظ على الحاجة اللي معانا، اللي احنا دفعنا فيها كتير علشان تفضل معانا، لان احنا دفعنا فيها كتير. easy come easy go اتقالت بكل اللغات، اتقالت من زمان لحد دلوقتي بحكم كتير وبأمثال كتير وبحكايات كتير. بس في الأول وفي الآخر انتي كبنت عززي نفسك لو سمحتي. التنازلات والتضحيات ليها آخر وليها ليميت. بتحبي واحد اتنازلي وحبيه، بس ما تتنازليش
عن الطبيعي وعن المسموح، لانك مهما حصل هيتقالك انا ما طلبتش منك تضحي، انا ما طلبتش منك تتنازلي، ده حقي، انتي بقيتي بتاعتي. ويوم ما تحبي تمشي هيتقالك ملكيش حاجة عندي، لان بكل بساطة انتي عملتي اللي انتي عملتيه وانتي راضية، انتي عملتي اللي انتي عملتيه وانتي موافقة، سواء كنتي عايزة تمشي او هو عايزك تمشي. ففي الحالتين التنازلات بتاعتك ممكن يتقالك متشكرة، بس هل في الاخر حد هيرجعلك حقك المادي او المعنوي؟ لا. في الاخر حد هيشيلك فوق راسه؟ حد هيبذل مجهود علشان تفضلي في حياته؟ لا. في الاخر easy come easy go. خليكي فاكرة كويس ان انتي لو معززتيش نفسك ولو ما سمعتيش كلام اهلك وسبتي باباكي يعززك على قد ما هو شايف قيمتك وعلى قد ما انتي فعلا قيمتك كبيرة وعلى قد ما انتي جوهرة في عين ابوكي وامك واهلك، صدقيني هتمر السنين وهتعرفي ان انتي كنتي غلطانة، لان انتي حقيقي جوهرة على الاقل في نظر نفسك يا ستي. فخليكي جوهرة وعززي نفسك واديها اللي تستحقيه. من فضلك التنازلات والتضحيات ليها حدود. كنت معاكم نرمين محي الدين في قعدة صحاب، مستنية كومنتاتكم، مستنية مشاركتكم لينا، ومن فضلكم اعملوا سبسكرايب لليوتيوب شانل واعملوا فولو ولايك للبوست وللفيديو، وتابعونا، اكتبوا لنا كومنتات وابعتوا لنا رسائل كتير وقولوا لنا تحبوا تسمعوا مننا ايه، تحبوا نتكلم في مواضيع ايه. كنت معاكم